ولكن ذا المسلمين سعان الدور ذا مقران في البلاغ بطريقتين، يبلغوا نظريا يا أيها الرسول بلغ كما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام من السور، بلغ ما أنزل لك من ربك. وربنا يغذي سورة النحل الآية 125 إن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولكن ذا التبليغ والبيان بالقدوة ذلك أرقى وأجلى وأكمل. ما يلس الفعايل إنسلمن أظن الحمالة من الدين من الإسلام ذقولاون قمذانا هذو غالن دي ريفيرونس مراجع يقتدى بهم ذي كل شيء، أما ذي الطاعة ذي العبادة ذي الحضارة ذي السيفيزم ذي كل شيء ماشي ذي الظل ثنظل، ولكن ندني ظن خوص مشكلة كبيرة، مشاكل حضارية كبيرة. لذلك القرآن الكريم يتداوي ياك الطن نسعى ياك الطن الحضارة ما التخلف ما ذي العوج ما تزديمة ولا شيء ما ذي الفرقة ياك الهلاكة ثقي مرة يتداوي في القرآن، أما ذي الحسد أما ذي البغض ما تيلوفا في كذا مرة. والآيات كثيرة. سورة الإسراء ذيك كان وحدس ربنا دي الآية في 6 ساعات إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى. أما ذي الآية 82 سورة الإسراء إن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.